ايه بقى حكاية مقصوفة الرقبة دي؟ وقت الحملة الفرنسية على مصر نابليون كان بيحاول يقرب للمصريين، وده زيه زي أي محتل، وأكيد حاول يقرب للأزهر عشان يحببه للشعب. بس حصلت ثورة كبيرة بقيادة شيوخ الأزهر. رد نابليون عليهم بعد ما انتصر في الحرب، شال عمر مكرم وجاب مكانه صاحبه الشيخ خليل البكري. وكان نابليون كل يوم والتاني سهران عند الشيخ خليل. كان عنده بنت اسمها زينب وكانت بتقعد معاهم في السهرات دي، فالناس بقت تجيب في سيرتها، وكانت هي بتقول انها مرافقه نابليون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما الإشاعات زادت الناس هجموا على بيت الشيخ خليل وسرقوه، واعتدوا على كل الستات اللي كانوا في البيت. فانتقم نابليون من كل اللي عمل كده. في سنة 1801 خرج الفرنسيين من مصر، فالمصريين حكموا كل اللي تعاون مع الفرنسيين، وطبعا كان منهم زينب وابوها. فالشيخ خليل عشان يخلص نفسه ويخلع من التهمة اتبرى من زينب ومن أي حاجة عملتها، وقال إنها عملت كده من وراه. فاتحكم على زينب بقص رقبتها، يعني تعدم شنقا.